آه، السلام عليكم. ازيكم؟ طبعا كلنا سمعنا وعرفنا بقضية الطفل ياسين، وطبعا كلنا اتوجعنا من اللي احنا عرفناه، خصوصا ان احنا اكيد كلنا عندنا اطفال، كلنا بنخاف على ولادنا والله. وحتى لو ما عندناش اطفال فالامر مفجع ومؤلم للجميع. كنت حابة ان انا اصور، لكن ما قدرتش وقتها بصراحة. كنت في حالة صدمة وفي حالة ذهول. لما المدرسة اللي انا بودي فيها ابني والمفروض ان انا اكون مطمنة على ابني فيها، مدرسة لما تكون مدرسة خاصة، يعني المفروض ان هما بيختاروا المدرسين والاداريين. كل الناس اللي بتشتغل في المدرسة بتكون ناس على كفاءة عالية. يحصل فيها كده الأمر كان صدمة للجميع بجد. محدش كان متوقع أو متخيل إن يحصل كده لطفل داخل مدرسة. فمعرفش ده إزاي حصل في المدرسة، وإزاي مديرة المدرسة تسترت على الأمر، المدرسة تسترت على الأمر، النانة أو الدادة المفروض إن هي مسؤولة عن الأطفال تشارك في جريمة تحصل لطفل زي كده. يعني ناس انعدمت فيهم كل صفات الإنسانية. الحمد لله القضاء المصري قدر يجيب للطفل حقه من المعتدي، وزي ما عرفنا كلنا إن هو أخد تأبيدة، لكن أنا في رأيي مؤبد مش كفاية. ياريت يحصل تعديل في القانون، والمعتدي زي كده بالظبط يتحكم عليه بالإعدام. نشكر القضاء المصري، ولو إني كنت أتمنى إن هو ياخد إعدام، وأتمنى إن يحصل تعديل في نصوص القانون الخاصة بالوقائع اللي بتحصل زي كده، وإن المعتدي ياخد إعدام. إعدام دي أقل حاجة يتعدم عشان يبقى عبرة لغيره. طفل في العمر ده وفي السن ده ازاي يتحمل كل الألم، كل العذاب، كل الخوف ده من راجل مسن؟ يعني نقدر نقول رجله التربة. يعني اعمل لآخرتك، خاف ربنا. مفروض تبقى أمين على أطفال زي كده، أكيد عندك أحفاد وأكيد عندك أولاد. ازاي قدرت تعمل حاجة زي كده في طفل 6 سنين؟ يعني مريض نفسيا، أكيد إنسان غير سوي، أكيد إنسان غير طبيعي، أكيد اللي تستروا عليه غير أسوياء غير طبيعيين. مستحيل يكونوا بشر، بجد مستحيل يكونوا بشر. طيب هو أخد حكم. طيب بالنسبة للدادة وبالنسبة للمدرسة مديرة المدرسة، طبعا آه القضاء بيقول طالما مفيش أدلة إن هم مشتركين في الواقعة اللي حصلت، فبالتالي هم براءة غير مدانين أمام القانون. مفيش أي دليل عليهم، علشان كده هم ما تحسبوش. وده طبعا أمر مؤسف وأمر محزن لينا كلنا. كنا نتمنى إن الجميع كل واحد ينال جزاؤه على اللي عمله عشان خاطر الطفل المسكين ده. لكن احنا سعداء إن هو قدر ياخد حقه، وبنشكر والدة الطفل إن هي تمسكت بحق ابنها ومش تنازلت ومش خافت ومش تراجعت، ووقفت جنب ابنها وساعدته لحد ما ياخد حقه. تحياتي ليكي، تحياتي لكل أم بتحافظ على حقوق أولادها وبتخلي بالها من أولادها. وبجد كلنا كنا زعلانين وكلنا قلوبنا كانت معاكي. بنحبك قوي يا ياسين، وانت فعلا بطل، وانت فعلا سبايدر مان يا حبيب قلبي. اتمنى ان انت تشوف الفيديو ده. بحبك جدا يا جميل يا قمر. انا عندي طفل من سنك وربنا يحفظه يا رب. وكلنا كنا زعلانين عشانك، ودلوقتي كلنا فرحانين عشانك يا حبيبي. ربنا يخفف عنك
وربنا ينصرك دايما على مين يعاديك. مع السلامة يا قلبي.